بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا نبدا حلقتنا. ايه يا ستي، جيت لك اهو. يا رب بقى تقولي لي على مصلحه حلوه غير اللي انت ضيعتيها مننا. ده انا لحد دلوقتي زعلانه عليها. انا بقول لك عايزه حبوب تخليه ما يبقاش قادر يقوم، يبقى تعبان وهمدان كده، ان هو يقعد في البيت وانا اللي انزل ادير كل حاجه بنفسي. تربيت دماغك، وبعد كده شوية شوية تسحبي منه كل اللي معاه. صح، فكرة برضو، وفكرة مش وحشة. أنا معاكي تمام. أنا دماغ شغالة يا بنتي ما بتنامش، بس أنا بصحيها وقت لما بكون عايزة أصحيها. هي هتعملي الموضوع ده إمتى؟ وطبعا هتكوني معايا. هو أنا ليا صاحبة سوق غيرك؟ مفيش مشكلة، أنا أعرف واحد صيدلي كده شمال ممكن يجيب لنا الحبوب دي، بس أكيد هيبقى عايز مبلغ محترم. هو انت يعني هتعرفي حد من الشمال؟ ده انت كل ما عارفك شمال. يعني ايه مبلغ؟ يعني هيكون كبير قوي؟ لا طبعا مش كبير قوي. ده لو شاف ال5000 جنيه ممكن يغمى عليه. ده كحيان وما معهوش اي حاجه، وهيرضى باي حاجه. خلاص مفيش مشكله، ادفعي له انت ال5000 جنيه وانا هجيبهم لك من حسابي اللي في البنك. عايزين بقى ننجز في الموضوع ده. وهما بيتكلموا سمعهم يونس ودخل عليهم وقال: على فكره انا سمعت كل حاجه من اللي انت قلتيها دي، وعلى فكره انا لا فيها لا اخفيها. طبعا يا يونس، هو انا اعرف اعمل حاجه من غيرك؟ لازم يكون معايا راجل كده وسندي. ده انا كنت لسه هناديلك بعد لما شاذة تمشي. انا مش مصدق الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول يا ميادة، بس هعمل نفسي مصدق. وماشي يا ستي، انا معاكم في اي حاجه. كده بقى تبقى كملة العصابه، واخرنا ان شاء الله نروح سجن ترى ونتجمع كلنا هناك. خرب بيت التشاؤم، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا ان شاء الله اخرنا هيبقى حلو قوي لما ناخد الفلوس ونتمتع بيها. ابتدت ميادة في خطتها لما شذا جابت لها الحبوب، وبشرى كانت بتحضر الغدا وبتجهز كل حاجة زي كل يوم. وهم قاعدين على السفرة، عبد الرحمن قال: بقول لكم يا جماعة، هقول لكم على خبر حلو قوي. أنا وأكرم إن شاء الله هنعمل افتتاح الشركة بكرة، ولازم طبعا كلنا نكون موجودين. وانت يا بشرى أهم حاجة تكوني انت موجودة. ألف مبروك يا أخويا، ربنا يوفقك كده ويشوفك أحسن رجل أعمال في الدنيا. طبعا لازم أكون موجودة، أنا أفتخر باللي أخويا عمله. ألف مليون مبروك يا عبد الرحمن. هتجيب لي ايه هدية بقى بمناسبة الخبر الحلو ده؟ وكمان عايزة فستان عشان لما اروح الحفلة. انت لو بتصبري على رزقك شوية هتنولي كل حاجة. انا فعلا مجهز لك هدية، وكمان لبشرى مجهز لها هدية حلوة قوي، وهننزل نجيب كل حاجة احنا عايزينها. ربنا يخليك لنا يا حبيبي. بس انت انزل انت وميادة، تنزل معاك وانا هقعد مع العيال. انا بحب ذوقك، وجيب لي انت فستان كده على ذوقك، عشان انا هبقى اخت صاحب الشركة. خلاص يا حبيبتي، اخوكي بقى صاحب الشركة رسمي. ده كان حلم حياتي والحمد لله بيتحقق. وطبعا ده بفضل دعاكي ليا يا بشرى. والله العظيم انا من غيرك ما كنتش عملت حاجة. هو كل الكلام الحلو لاختك بس؟ مفيش كده كلمة حلوة ليا؟ ولا انا خلاص اتركنت على الرف؟ هو انا اقدر برضه انساكي؟ ده انتي ام عيالي وصاحبتي وحبيبتي. هو انتي نسيتي حبنا ولا ايه يا ميادة؟ ميادة قالت في سرها: في مالك يا عبد الرحمن بتتكلم الكلمتين دول ليه؟ انت هتخليني ارجع على اللي انا بعمله ولا ايه؟ انت كده شكلك عايز ضميري يأنبني. بس لا، مش هرجع عن اللي في دماغي. وقالت بصوت مسموع: ماشي على الكلمتين الحلوين دول. يلا بقى انا هقوم اعمل لك كوبايه القهوه عقبال لما تلبس عشان ننزل على طول. بشرى استغربت ان هي ما قالتلاش تعمل القهوه ولا حاجه في نفسها، ان هي ممكن تكون اتغيرت، وابتدت ان هي تساعدها في البيت. بشرى كانت داخله تدخل الاطباق في المطبخ، وميادة قالت: لا يا حبيبتي، ما تجيبيش اي حاجه، انا هاجي والم السفره كلها. اقعدي بقى انت استريحي وكفايه تعبك مع الاولاد. بشرى كانت مستغربه جدا من تغييرها المفاجئ ده. طيب الحمد لله يا رب، الحمد لله، شكل ربنا كده هداها. يا رب تفضل كده على طول والدنيا تبقى هاديه وما فيهاش اي مشاكل. ودخلت ميادة تعمل القهوه، وطبعا عملت كده مع بشرى عشان خاطر ما تبقاش موجوده معاها في المطبخ وهي بتحط في القهوه لعبد الرحمن الحبوب. وابتدت فعلا تحط الحاجه لعبد الرحمن، وكل شويه تتعمد ان هي اللي تعمل القهوه او تحط له حاجه في العصير، اهم حاجه يكون مشروب من ايديها. جه يوم الحفله بتاعت الشركه، وكان عبد الرحمن مبسوط جدا، وطبعا بشرى وميادة كمان الغل كان بياكل فيها. وبجد انا مش فاهمه، ميادة الحربوقه دي مالها؟ المفروض تكون مبسوطه لجوزها، ما كله هيصب في حجرها. بس هنقول ايه، في بني ادمين كده بيبقى شيطانهم غالبهم. وقالت في سرها: يا عبد الرحمن، كل ده كان معاك فلوس وانت مش قايل لي عليها؟
دي الشركة شكلها مدفوع فيها كتير، حلال فيك اللي أنا هعمله. خديجة جت عليهم وقالت: إيه الأمارات دول ما شاء الله عليكم، انتوا هتاكلوا الجو خالص. وإيه يا بشرى الجمال ده، أول مرة أشوفك لابسة فستان. انتي بس اللي عينك حلوة يا خديجة، ربنا ما يحرمنيش من كلامك الحلو ده أبدا. بس بصراحة المكان تحفة، ربنا إن شاء الله يوفقكم فيه. بجد والله. والله. بس على فكرة احنا بجد تعبنا قوي في المكان ده عقبال لما اخترناه، بس الحمد لله ربنا رضانا عشان كلنا بنحب بعض ومفيش حد داخل مع بعض على اخوانا. عبد الرحمن وهو بيقول: طبعا احنا اصحاب من زمان واخوات كمان، ان شاء الله هنكون احسن رجال اعمال في مصر كلها. اكرم كان جاي عليهم وكان معاه اخوه الكبير وكان اسمه عادل. اكرم قال: في ايه يا جماعه، هو انتوا قاعدين بعيد كده ليه؟ المفروض ان احنا اصحاب الحفله دي ونبقى كده واقفين متفاعلين مع الناس. ازيك يا عبد الرحمن، الف مبروك، انا فرحت لكم جدا وان شاء الله بالتوفيق وتكونوا احسن رجال اعمال. شكرا والله يا عادل، مش عارف اقول لك ايه، احنا بنتعلم منك وانت فدتنا كتير قوي في موضوع الشركه ده. ايه يعني اللي انت بتقوله ده؟ انتوا اخواتي الصغيرين واي وقت تعوز اي حاجه اتصلوا بيا وانا هجيلكوا على طول. انا اصلا عايزه اعزمك كده في مره عندنا وتقعد معايا كده شويه خلال فتره الشغل دي، لان انا ما عرفتش اتكلم معاك خالص. انا مش هقولك لا، لان انا بتمنى ان اي حد يعزمني على اكل بيتي. انت عارف ان انا محروم من الاكل ده عشان طبعا ما عنديش حد يعمله ليا. لا والله، ده انت كده صعبت عليا خالص. على العموم انا اختي بشرى بتعمل اكل مفيش منه اتنين. خلاص يبقى تجيلنا بكره وتقعد معانا كمان، والله هيكون حلو قوي ان شاء الله. فعلا بشرى بتعمل اكل هايل يا عادل. بقولك ايه، انا جايه معاك انا كمان على طول كده من غير حتى ما تعزمني، مادام فيها اكل بشرى. بشرى ضحكت وقالت: ماشي يا اكرم، وانا هعمل لكم بقى احسن اكل عشان ما اكسفكوش ويطلع الاكل وحش وفي الاخر يبقى شكلكم وحش. كلهم ضحكوا وكانوا بيهزروا وكانوا مبسوطين جدا وهم راجعين في العربيه. ايه رايك يا بشرى في الجو بتاع النهارده؟ تحس انك مبسوطه وبتتكلمي مع كل الناس. بجد النهارده انا كنت فرحان جدا انك مبسوطه. والله جوزي حلو ولماح، وكمان شفت هي كانت قاعده مع عادل وعماله تتكلم معاه ازاي. دي كانت سرحانه على الاخر. لا ولا كنت سرحانه ولا حاجه، الراجل محترم جدا. وبصراحه انا كنت قاعده لوحدي وانتوا كنتوا مشغولين طبعا في الحفله، وهو لما لقاني لوحدي جه يتكلم معايا. انا كنت شايف اهتمام عادل بيكي، بس على فكره يا مياده، عادل انسان محترم، وهو زائد عن كده مراته متوفيه وما عندوش اولاد. يا رب يكون من نصيبك يا بشرى. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد الرحمن؟ لا طبعا انا مش في دماغي الكلام ده، انا عايشه عشانك انت والاولاد. ياه، لو بشرى بس مشيت من طريقي هعرف استفرد بعبد الرحمن واعمل كل اللي انا عايزاه. طبعا الكلام ده كانت ميادة بتقوله في سرها، وطبعا قالت بصوت مسموع: طب وليه يا حبيبتي كده وتتكلمي معاه؟ شكله زي ما عبد الرحمن بيقول محترم جدا وطريقته حلوة، يعني ما فيهوش عيب. وبعد لما راحوا بشرى صحيت من النوم ولقت عبد الرحمن نايم ومش قادر يقوم، وده ما كانش عادته. ايه ده؟ ايه يا ميادة، هو عبد الرحمن ماله؟ اول مرة يبقى نايم كل الوقت ده، في حاجة ولا ايه؟ في ايه يا بشرى مالك كده يا حبيبتي؟ اهدي على نفسك كده شوية، جه امبارح من الحفلة وكان تعبان، مفيش حاجة يعني. تمام ماشي، انا هنزل اجيب حاجات العزومة علشان عايزة اعمل حاجات كتير النهاردة عشان اشرف اخويا. لو انت الصادقة، انت بتعملي كل ده عشان تحلوي في عين العريس وتبقي في عينيه الجميلة الشاطرة. بشرى قالت لها بكيد: وليه لا يا حبيبتي، عادي. ولا انت متضايقة بقى عشان انا كنت واكلة الجو منك، مع ان انا عارفة ان انت بتموتي مني؟ نعم، اغير منك انت؟ قولي ان شاء الله. وعشان ايه؟ اصغر مني ولا كنتي احلى مني؟ فوقي لنفسك وشوفي بتتكلمي مع مين يا بشرى. مالك يا ميادة، مش كل حاجة الحلاوة يا حبيبتي، في حاجة اسمها حلاوة الروح اللي انتي ما تعرفيش حاجة عنها. يلا انا نازلة عشان لو فضلت ارغي معاكي مش هنزل النهاردة. نزلت بشرى عشان تجيب الاكل، وكانت عايزة تجيب احسن حاجة عشان فعلا تشرف اخوها، مش عشان عادل ولا الكلام ده. وطلعت بشرى بس ما لقيتش ميادة، وكان عبد الرحمن لسه نايم. وبشرى دخلت على الأوضة وقالت: مالك يا عبد الرحمن، حاسة انك مش طبيعي، حتى لما بيكون اجازة بتصحى بدري. ايه كمية النوم ده؟ ده الواحد حاسس انه تعبان ومش قادر. هي فين ميادة؟ انا مش سامع لها حس. ميادة انا جيت من السوق ما لقيتهاش. قوم بقى ادخل الحمام لما احضر لك الفطار، وعايزه اعمل لك الرقية الشرعية، تلاقيك اتحسدت يا نين عينيا. ماشي يا حبيبتي، خش انت اعملي الفطار وانا هتصل بميادة اشوفها راحت فين. دي ما قالتليش وهي نازله. مش معقوله يعني يا عبد الرحمن تكون ما قالتلكش،
يمكن تكون قالت لك كنت نايم وانت ما حسيتش بيها. تمام ماشي، انا هتصل عليها كده واشوف هي فين. اتصل عبد الرحمن بميادة. ايه يا بنتي انت فين؟ وبعدين ما قلتليش ليه قبل ما تنزلي؟ هو انت متعوده تنزلي من غير ما تقولي؟ في ايه يا عبد الرحمن؟ انا صحيتك، هو انت مش حاسس بحاجه ولا ايه؟ انا رحت البيوتي سنتر عشان اشوف الدنيا فيها ايه. احنا بقالنا كتير ما رحناش هناك. اه فعلا، انا كنت فعلا عايزه اروح النهارده، بس مش عارف مالي كده، مش قادره اقف على رجلي ولا قادره اتوازن. ايوه كده، ابتدت الحبوب تشتغل، هنعرف بقى نشوف شغلنا. وطبعا ده كان كلام ميادة في سرها، وقالت بصوت مسموع: اه يا حبيبي، ممكن يكون من حفلة امبارح. انا مش هتأخر عليك، جايلك على طول، بس هشوف الدنيا بس فيها ايه هنا. وبعد ما قفلت ميادة مع عبد الرحمن، يونس دخل عليها: الدنيا عندك عملت ايه في موضوع الحبوب ده؟ ابتديتي تديله بانتظام ولا قلبك ضعيف؟ مين اللي قالك يا اخويا ان انا قلبي ضعيف؟ لا طبعا اديتهوله، وابتدى المفعول يشتغل من اول النهارده، وما قدرش يقوم ولا مركز خالص في اي حاجه، ولسه. ايوه كده بقى، عشان نخلص الموضوع ده ونتجوز انا وانتي ونعيش بقى على وش الدنيا. بقولك ايه، يلا انا ماشيه علشان في ناس جايانا النهارده، وانا مش عايزه اسيب عبد الرحمن اليومين دول خالص، وعايزه كده اكون في كل حاجه معاه. رجعت ميادة على البيت ولقت بشرى مخلصه كل حاجه. الله بقى يا ست بشرى، عامله الاكل على احسن مستوى وكمان مظبطه الدنيا. عادي يعني، ما هو ده الطبيعي بتاع بشرى، هو ده جديد عليها؟ عملتي ايه هناك في البيوتي سنتر؟ ما عملتش حاجه، ظبطت كده الدنيا وجبت شويه حاجات ناقصه، وجبت لك كل الفواتير عندك اهي. هو في ما بيننا فواتير يا ميادة ولا ايه؟ انت مراتي وكل حاجه ليا بتاعتك، ولا انت مش واخده بالك من حاجه زي دي؟ ماشي يا سيدي، خلاص بقى، انا هدخل البس واجهز نفسي، شكل الدنيا كده كلها تمام. جه ميعاد عادل واكرم وخديجه، وقعدوا مع بعض شويه، وكانوا كلهم مبسوطين جدا، وعادل كان معجب جدا ببشرى. وبعد ما مشيوا، بشرى قالت: النهارده كان يوم حلو قوي، وقعدنا نتكلم ونهزر، بقالنا كتير ما ضحكناش الضحك ده كله. فعلا والله عندك حق، بقالنا كتير ما ضحكناش كل الضحك ده. عادل لم نفسه عشان خاطر انتوا قاعدين. ميادة ضحكت وقالت: بصراحة ده شكله مسخرة على الآخر، بس لو معجب ببشرى ولا عايز يتجوزها مش هينفعوا مع بعض خالص، ده هي شخصية والتاني شخصية تانية. بالعكس، هما هيكملوا بعض، وبعدين هو إنسان محترم جدا وكويس وكمان ناجح. الله يا رب يكون من نصيب أختي. في إيه يا عبد الرحمن؟ انت وميادة مين اللي قالكوا إن أنا خلاص هتجوز؟ خلاص رسمتوها؟ وبعدين أنا مش هتجوز بعد جوز الله يرحمه. ليه كده يا بشرى؟ ده كويس وابن حلال، فيها إيه يعني؟ وانت هتفضلي طول عمرك قاعده لوحدك كده، ولا على طول سايبه حياتك للغير؟ يعني ايه سايبه حياتي للغير؟ عشان معاكوا يعني وعايزه اعمل لكم احسن حاجه واربي عيالكم ابقى كده سايبه حياتي للغير؟ هو انا ليا غيرك يا عبد الرحمن؟ لا طبعا، كمان ملناش غيرك، بس انا نفسي تعملي لنفسك البيت اللي يبقى بتاعك، اللي بيبقى ملكك، اللي انت تبقي ملكته، وكمان يبقى لك خصوصيتك. وهما بيتكلموا تليفون عبد الرحمن رن، وكان عادل. عبد الرحمن قال: يا عم عادل، هو احنا لحقنا ان احنا نوحشك؟ ما انت لسه ماشي من عندنا ما بقالكش ساعتين. ايه، نسيت حاجه عندنا ولا ايه؟ بالراحه عليا شويه يا عم عبد الرحمن، كنت عايزه اكلمك في موضوع مهم. لو سمحت، ممكن تكلم بشرى اختك ان انا عايزه اتقدم لها؟ بصراحه انا معجب بيها جدا. والله يا عادل انا ليا الشرف انك تكون جوز اختي، بس هتكلم معاها الاول عشان خاطر هي رافضه الموضوع بتاع الجواز ده، بس انا هقنع فيها واقول لها وهرد عليك. يا رب توافق. بجد هي انسانه محترمه، واكرم وخديجه بيشكروا فيها جدا، وانت عارف انا نفسي اكون اسره، لان انا بجد مفتقد حاجه زي كده. قفل عبد الرحمن مع عادل وقال لبشرى: شفتي اللي احنا حسبناه لقيناه، ويا ستي عادل بيتقدم لك رسمي. لا انا مش عايزه، ولا اقول لك على حاجه، انا هقعد كده افكر واصلي صلاه الاستخاره وارد عليك. خلاص يا حبيبتي، خدي وقتك، محدش هيضغط عليكي، وهو بنفسه وهيستناكي توافقي ولحد ما تقولي رايك الاخير. تاني يوم عبد الرحمن برضه ما كانش زي طبيعته، وكان تعبان، بس ميادة ما خلتش بشرى تدخله. طيب انا عايزه اشوفه عشان خاطر عايزه استاذن ان انا انزل اروح لام عمر، اقعد اتكلم معاها كده شويه. يا بشرى روحي انت يا حبيبتي زي ما انت عايزه، وانا والاولاد لو هنزل هخليهم مع فاطمه لحد لما تيجي. خلاص انا مش هتاخر وجاي على طول، وانا لما اجي هبقى اتكلم بقى مع عبد الرحمن. وراحت بشرى عند ام عمر، وطبعا سلموا على بعض. قعدت بشرى وقالت: بقول لك ايه، روح كده حصل، ويا رب تفيديني بقى برايك فيه. خير يا حبيبتي، انا قاعده سامعاكي اهو، انت اصلا بقالك كتير ما بتجيش، مش عارفه ليه. معلش انا عارفه ان انا مقصره معاكي، بس اسمعي مني الاول الموضوع ده. حكت بشرى كل حاجه عن عادل لام عمر، وبشرى قالت: انا مش عارفه بصراحه اعمل ايه، وعبد الرحمن بيقول لي كويس وما تضيعوش من ايدك. بصي يا حبيبتي، انا هقول لك على حاجه، انت عارفه ان انا بحبك قد ايه، بس ما تضيعيش عمرك كله عشان خاطر حد
انتي برضو ليكي حق تعيشي حياتك، وفي نفس الوقت موجود ابقي شقري عليه زي ما انتي عايزة. حقيقة يا ام عمر، هو برضو مش اخويا بس وولاده سبب الرفض ده. انا كنت بحب جوزي جدا وانتي عارفة حاجة زي كده. مش قادرة بصراحة اصدق ان انا اكون مع حد تاني. وانتي عارفة ان هو مؤثر فينا كلنا ازاي. ده اخويا وكان حبيبي وكان حنين جدا. بس برضو ما توقفيش الدنيا علشان خاطر حد. وانتي برضو ولا عندك عيل ولا عندك حاجة عشان خاطر تقعدي علشانه. خلاص انتي اقنعتيني، وانا هوافق وامر الله، وربنا بقى ييسر الامور. مشيت بشرى من عند ام عمر، ولما روحت البيت لقت برضه عبد الرحمن نايم وميادة مش موجودة. دخلت عليه الأوضة. مالك يا عبد الرحمن؟ انت مش متعود تنام كده، في ايه؟ مش عارف ايه الصداع اللي في دماغي ده. انا بجد دماغي هتتفرتك وحاسس انه مش طبيعي خالص يا بشرى. انا هقوم كده وادخل الحمام. وجاي يقوم عشان يدخل الحمام راح واقع في الارض. بشرى صرخت وقالت: مالك يا اخويا عامل كده ليه؟ اول مره اشوفك كده. بجد انا مش شايف اي حاجه، حاسس ان روحي بتروح مني. الحقيني يا بشرى، انا تعبان قوي. بشرى جريت على التليفون واتصلت باكرم. الحقني يا عبد الرحمن، تعبان قوي ومش عارفه اعمل ايه. جه اكرم بسرعه وراح بيه على المستشفى. والدكتور قال: احنا عملنا اشعه وكل حاجه، بس هو مفيهوش حاجه فعلا. ممكن يكون شويه ارهاق. خليه يقعد في البيت كده لحد لما يعرف يقف على حيله، وبعد كده يبقى ينزل يشتغل. بعد ما روحوا اكرم قال: ممكن بقى تستريح كده وما تنزلش شغل اليومين دول، وانا وخديجه اللي هنمشي كل حاجه، وهنجيب لك كل حاجه لحد عندك. وليه انت وخديجه يا اكرم اللي تجيبوا له كل حاجه؟ انت عارف برضو ان انا دارسه المجال ده، وانا مكان جوزي. ولا في غلط في الكلام اللي انا بقوله ده يا عبد الرحمن؟ لا عادي طبعا، مفيش مشكله. وتقعد معايا بشرى وانت انزلي معاهم. كانت عماله بتبص لها وهي مش طايقه تشوفها حرفيا. وكل يوم كانت مياده بتنزل الشغل، وعبد الرحمن كانت حالته بتزيد مش بتقل. وعبد الرحمن وبشرى كانوا بيتكلموا مع بعض. عبد الرحمن قال: ايه بقى يا ست بشرى، الموضوع بتاع تعبي ده ما خلانيش اسالك ايه رايك في موضوع عادل؟ خلاص يا حبيبي، انا موافقه، بس عايزه اتكلم معاك شويه قبل ما يحصل اي حاجه رسمي. خلاص بقى، ده عمال يرن عليا وبيقول لي ما ردتش عليا ليه. خليه يجي ويقعد معاكي وان شاء الله يبقى في خير. تمام، لما اقعد كده هبقى اقول لك الرد الاخير. وفعلا عادل جه وقعد مع بشرى. وبشرى ابتدت الكلام وقالت: بص بصراحه يا عادل، انا مستريحه لك جدا وموافقه عليك مبدئيا، بس عايزه اقول لك على حاجه. انا مش عايزه يحصل جواز دلوقتي. ليه بس؟ هو احنا مش صغيرين؟ وبعدين انا جاهز وانت اكيد طبعا مش هتجيبي حاجه شنطه هدومك. عايزه تاجلي الموضوع ليه؟ انا عارفه ان عبد الرحمن بيثق فيك جدا وبيحبك، وقال لي كلام كتير عنك، وده هيخليني اقول لك الكلام ده وانا مطمنه. في ايه يا بشرى؟ شكل الموضوع كبير قوي. مي وانا سامعك، واطمني ان انا هكون جوزك وهبقى مبسوط لما تكوني مطمنه لي. بص انا هقول لك على حاجه. مياده مرات عبد الرحمن انا مش مستريحه لها خالص، وحاسه كده ان في حاجات غريبه بتحصل لاخويا. حاجات يعني ايه؟ عشان التعب اللي فيه ده؟ ما هم قالوا شويه ارهاق، والايام اللي فاتت دي فعلا هو كان دايس في الشغل قوي. خلاص لو كده لما اخويا يتعافى نبقى نبتدي نتجوز. وفي نفس الوقت برضو انا عايزه احط عيني على مياده وهي في البيت، وانت في نفس الوقت برضو تحط عينك عليها في الشركه عند عبد الرحمن، وده بقى هيبقى مهري. الموضوع سهل وبسيط، وانا موافق على الموضوع ده، ويا رب يخيب ظننا كويسه، لان انا عارف ان عبد الرحمن بيحبها قوي. خلاص اتفقنا. يا ترى بقى بشرى وعادل هيعرفوا يكشفوا مياده، ولا هي هتكون اذكى منهم؟ كل ده هنعرفه في الحلقات اللي جايه. يا ريت ما تنسوش لو وصلتوا لاخر الحلقه تحطوا لنا لايك للقصه وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على زر الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اشكركم جدا على المتابعه واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.